مشكلة وقت خروج المستشار تركي آل الشيخ أو اعتذاره عن الرئاسة الشرفية والمشاكل اللي كانت بينه وبين النادي الأهلي، والناس كلها قالت إن أنت بتلعب لصالح المستشار تركي علشان أنت بتاخد منه فلوس. خلاص نروح لموضوع المستشار تركي آل الشيخ. أول حاجة الله على ما أقوله شهيد، وأصحاب الوقائع اللي أنا بقولها دول أحياء. أنا دلوقتي يا أحمد صاحبك، عارف أنت سين معين، بتقول لي سين ده يعني راجل كويس جدا وعاوز أعرفك عليه. أقول لك يا عم أنا ما بحبوش، خليني بعيد عنه. تقول لي لأ تعالى اتعرف عليه. لو أنت خصمته أنا خصمه بعد ما أنا أكل معاه عيش وملح؟ لا خلاص، علاقات منفصلة. طيب موضوع المستشار تركي آل الشيخ اللي هقوله ده الله على ما أقوله شهيد، والشهود أحياء، وأنا بخافش غير من اللي خليل. ومن أجدع الشخصيات اللي اتعاملت معاها في حياتي على المستوى الشخصي المستشار تركي آل الشيخ. وأنا بأيدك في الكلام. شوف بقى هو دلوقتي عامل برنامج رياضي عمري ما طلعت فيه، عامل موسم الرياضي عمره ما دعاني فيه، وعمري ما رحت غير في ماتش الأهلي والزمالك نهائي الكاس، ومش مستفيد بيه بأي مصلحة، وما شغلنيش في الاس اس سي. بس أنا قناعتي بقولها، ليه؟ العلاقة بالأفراد لا ترتبط بالمصالح، وأنا بتعامل مع المستشار تركي آل الشيخ بأخوة ومحبة وصداقة، وبرنامجه اللي شغال ده بتطفل وأقول له آراء فيه وبياخد بيها. بقول له آراء فيه وبياخد بيها. عارف يعني ايه بياخد بيها؟ بياخد بيها ضيف معين اقول له ده هيخسرك، يقول لي لا ده هيكسبني وله شعبيه، اقول له ده هيخسرك. اسمع كلام انا عارف بغض النظر. لا انا عارف يعني سمعت واحده من دول يعني فاهمني. طب مين اللي كسبني؟ اقول له واحد زي سيد حفيظ، زي يبقى بره البرنامج وما طلعش فيه لحد النهارده. وعمري ما قلت الكلام ده لسيد حفيظ. انا بدور هنا على مصلحه الراجل اللي بيثق في رايي وانا بحبه. سبب دفاعك عنه وقت لا هكمل لك بس الاول. اكلمك انا اتعرفت عليه ازاي، مين اللي عرفنا عليه وضغط ان انا اتعرف عليه؟ مين؟ كابتن محمود الخطيب. هو اللي عرفك؟ ايوه طبعا. انا كان ليا وجهه نظر سلبيه في المستشار تركي آل الشيخ اول ما دخل مصر. وجهه نظر سلبيه، وما ينفعش ياخد الرئاسه الشرفيه، وقلت ده وكتبت ده، قلت وكتبت، كنت بقوله في البرنامج. ماشي الحال. كان الكابتن الخطيب مسافر سفريه الامارات وعامل مؤتمر بعد ما ريح كده بكام شهر، فقال لي الاستاذ جمال جبر، بقول لك بالاسم، قال له هات له ابو المعاطي جوه، وهو شايفني واقع على المنصه. ماشي. يوم ما اشاد بتبرعات المستشار تركي آل الشيخ على المنصه، رحت له جوه، مسكني من هنا كده، قال لي هو انت عاوز تطفش الراجل ليه؟ الراجل بيخدم النادي، الراجل متبرع للنادي دلوقتي ب 260 مليون، الراجل ده مكسب لينا، اتكلم عنه كلمه كويسه ما تطفشوش. قلت له حاضر يا كابتن. كابتن خطيب، كابتن خطيب نفسه في مكتب محمد مرجان مدير النادي، وكان في ناس واقفه وجمال جبر واقف جنبي. بعدها جه ماتش الشباب السعودي. ماشي. طلبني جمال جبر من هناك، كان ليه وجهه نظر برضه في حاجه معينه. قال لي الكابتن بيقول لك حرام عليك ما تطفش الراجل، قول كلمه طيبه، دي مصلحه، مش انت بتحب الاهلي، دي مصلحه الاهلي. وكابتن خطيب ساعات اختلف معاه في حاجه، يقول لي انا شايف دي. طب وانا ما اشتغلتش مع الاهلي ليه؟ ده هنجيله بعد كده مثلا يعني ما قبضونيش ليه بتوع الاهلي يعني؟ ده هنجيله مثلا يعني. فالمهم هو دفعني. ماشي. ثم حد تاني اتكلم معايا، قال لي ما بتعرفش على الراجل ليه؟ قلت له عمري ما شفته. وكابتن احمد حسن كان في القرعه بتاع البطوله العربيه، الصقر. الصقر. وكان الكلام اتفتح عليا، والمستشار مرتضى غلط فيا، وكابتن حسن شحاته قال ده من ارجل الناس عليا انا وعبد الناصر، وكان لنا وجهه نظر معينه، فكذا كذا كذا. المهم حصل اللقاء. لما حصل اللقاء لقيته جدع جدا، حد ابن بلد وشهم وجدع، وبيكلمك بلغتك، وعمره ما طلب منك انك تهاجم فلان او تهاجم ترتان او تهاجم علان او اي حاجه يعني. وبلاش كده. ومقابلته يا عم انا اقول لك هو على واقعه. انا رفعت عليه سماعه التليفون، قلت له ما ينفعش مؤمن زكريا يتساب كده. قال لي ايه الوضع؟ قلت له كذا 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 كذا. قال لي بعت لي تليفون. تاني يوم كانت الطياره الخاصه واخده مؤمن زكريا على هناك. الله يجازيه خير. هو لا في حاجات الخير، وعايز اقول لك على حاجه، وامور اخرى عديده في هذا الجانب في الخير. طبعا. ما انا بكلمك في اللي لله. صح. وما بيقولهاش. طب انا هو الناس تيجي تقول لي مش عارف عايزين نشتغل مع، اقول لهم لما انا اشتغل ابقى اشغلكم، انا ماليش علاقه. ماشي. اما جينا نفتتح قناه بيراميدز، وبيقول كل واحد طلبك، يعني اطلب حاجه
واحنا ماشيين كده من كرم اخلاقه ونبل اخلاقه وكرم الضيافه، قلت له عاوز احج. قال لي تحج ان شاء الله. والتمر واللي جنبه بيكتب. والحج ده سافرته يوم 7 ذي الحج، وكان الموضوع اتنسى اصلا. فجي يوم 5 كده بيكلمني، كانوا هم ساعتها النصر والهلال بيلعبوا السوبر في لندن. قال لي اخبار الحج ايه، انت هتسافر امتى؟ قلت له الحمد لله الحمد لله، كل رجالتك قاموا بالواجب. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني ما ولا حد عبرني. قال لي انت بتقول ولع الدنيا. خدت تاشيرتي بعد ما السيستم قفل هناك اصلا، ما خدتش تاشيره، خدنا نمبر. فهمنا انت ازاي؟ فده رب العالمين قال ولا تنسوا الفضل بينكم. حد صاحب فضل اختلف مع النادي الاهلي، الناس اللي في النادي الاهلي اللي خسرته وفي تفاصيل ما اتقالتش. طيب بعد كده في الفتره دي مين قال لك ان ما كنتش بقول كلمه طيبه وغيري بيقول كلمه طيبه؟ لحد ما رجعت العلاقه. ثم حصل خلاف تاني في واقعة حسام عاشور. واقعة حسام عاشور هو مش غلطان فيه، راح 4 مرات وحسام عاشور مظلوم في الواقعة دي. 4 فيديوهات راحوا يكتبوا من الاستاذ جمال جبر ويقول لهم حسام عاشور، ويروح له كابتن الخطيب يقول له غير الكلمه دي، شيل الكلمه دي، مش عارف ايه، كلام بالشكل ده. لا موضوع حسام عاشور ده هنروح له لوحده، ما حدش فاهم. ما انا اقول لك ايه لحد الواقعه دي، يعني يمكن حسام نفسه. واقول لك على حاجه تانية. انا كان بيتواصل معايا الاستاذ جمال جبر سواء في فتره القطيعه او في اثناء المصالحه، يقول لي في كذا، اعمل كذا، في كذا، طب قول لهم كذا، طب مش عارف ايه. انت كنت بتلعب دور حمامه السلام في فتره القطيعه لحد ما رجعوا المصالحه تاني. ولما رجعوا ما كنتش من المنتفعين. يعني ايه منتفعين؟ يعني ما انا كنت شغال في قناه بيراميدز، بقبض من قناه بيراميدز. لا خلاص. واقول لك على حاجه بس، خد اللي بعدها بس، خد اللي بعدها. في قناه بيراميدز ده انا وهو اختلفنا. جالي تليفون لازم تتصالح مع المستشار مرتضى منصور. قلت له ما فيش اي مشكله خالص، البيت مفتوح، يشرف وينور عندي في البيت، ونعمل حاجه بس لايف كده. اول ما يخش اعتذر للاستاذ ابو المعاطي زكي اسطوره اليوتيوب عما بدر مني تجاهه. لا هو مش هيعمل كده، المستشار امر انك انت تتصالح. قلت له لا مش هتصالح. قال لي هتبقى بره بيراميدز. قلت له يا عم ابقى بره بيراميدز، ايه المشكله يعني؟ هو لما بنفس النص كده تقول لما بجيب اخر صفحه في المصحف بلاقي اسماء الله الحسنى، ما بلاقيش فيها اسم تركي آل الشيخ. ايه المشكله يعني؟ ما ابقى بره بيراميدز يعني. وانتظروا بقى ان انا اغير سلوكياتي وهاجمهم واروح ابقى انا بقى. ده فتره القطيعه خلي بالك. ومشيت بسبب الموضوع ده. مشيت بسبب الموضوع ده. عدم الصلح مع المستشار مرتضى. ماشي. فين بقى القناه قفلت والدنيا وخلاص بقى هو والخطيب بيخبطوا في بعض وكلام من ده. وجالي تليفون مره الساعه 3 بالليل من حد مقرب منه بيحبني وانا بحبه جدا جدا. قال لي يا عم المفترض اللي بيسيبنا بيشتمنا ويهاجمنا ويرمي ويروح للخطيب. قلت له ايه؟ رب العالمين قال ولا تنسوا الفضل بينكم. وانا بحب تركي آل الشيخ كشخصيه كانسان جدع وراجل وطيب وكريم وخدوم وكريم والله العظيم. والله العظيم يا احمد، سيبك من قلت مضياف دي، هو اهل الكرم يعني. هو اهل الكرم. لما تلجأ له في اي حاجه في الوسط تشاور له تقول له خلي بالك في كذا كذا كذا، يقول لي فلان هيكلمك، اديله بس الكونتاكت بتاعه. اقسم بالله ما بيرد حد. اقسم بالله، انا بقسم لك بالله ما بيرد حد. ويكفي اخرها واقعة الكابتن اشرف قاسم برنس الكرة المصرية اللي برضه هنا المتحدة الاعلام ما سابتوش. لكن انا بكلمك في ايه؟ انا قاعد في البيت وقاعد على الكنبه، لا شغال مع تركي ولا شغال مع المتحدة ولا شغال مع الاهلي ولا شغال مع اي حد. انا شغال عند الناس اللي بتتفرج عليا، ماشي الحال. لكن كلمة حق، تركي آل الشيخ من ارجل الناس اللي اتعامل معاهم على المستوى الشخصي ومن اجدع الناس وعاشق للاهلي. وازيدك من الكلمه من الشعر بيت وعاشق للكابتن محمود الخطيب. واقول على جمله اول مره الناس تشوفها في الاعلام. ايه هي؟ لما كان هو هيبدا العلاقه مع النادي الاهلي وكده، خد سياده الوزير خالد عبد العزيز يعني توجيهات انه يروح يلتقي بيه في المملكه العربيه السعوديه. فهم قاعدين كده مع بعض، قال له هو انت اهلاوي قوي؟ قال له انا مش اهلاوي بس انا خطيباوي، انا بحب بيبو جدا، بحب الخطيب جدا. على فكره هو بيحب الكابتن الخطيب لدرجه العشق. بيحبه جدا وبيحب النادي الاهلي جدا. ودلوقتي الناس تفهمت ده في النادي الاهلي. وشوف اعلان ولاد رزق ده دفع فيه كام للنادي الاهلي يساعدوه في ايه. وفي كلام عن تقارب يتم او ما يتمش مش هنقوله، ماليش علاقه بيه. لكن خلي بالك من حاجه، انا علاقتي ظلت محترمه مع الكابتن محمود الخطيب ومع المستشار تركي آل الشيخ. ليه؟ لان صادق مع ده وصادق مع ده.
صادق مع ده وصادق مع ده. لما حد بيسالني عن رايي او نصيحتي بقولها. طب والكلمه اللي بقولها، الكلمه دي ملك ضمير انا، مش ملك حد تاني. ما هياش ملك حد تاني. هو انا ما طلعتش على مواقف دلوقتي بعد انتهاء موضوع الخطيب والدنيا بحالها وترك غلطت الكابتن الخطيب في قرارات؟ ما قلت موديس الصفقه فاشله، ما قلت استبعاد سيد عبد الحفيظ غدر وخيانه ورفضتها، والكابتن الخطيب زعل منها وخلى حد كلمني قلت له لا، غدر وخيانه ملهاش معنى تاني. واحد حاطط صدره قدام صدرك في موضوع مرتضى وهو سيد عبد الحفيظ، اما اجي امشيه اشرب معاه شاي، لكن انت دلوقتي قاصد تهينه قدام الناس كلها. قلت له انا حاطط نفسي مكان سيد. قال لي سيد حكى لك؟ قلت له والله العظيم سيد ما حكى لي، ولا سيد قال لي حاجه، وجبت الكلام ده من الناس المقربه من الكابتن. ايه اللي حصل؟ وسيد ما كان وقتها في ايطاليا ولا كان بيرد ولا فتح معايا سيره الموضوع ده غير يوم تدشين استاد الاهلي مؤخرا. يعني قصدي اقول لك ايه، العلاقه مع المستشار تركي آل الشيخ اي حد يتشرف بيها. هتيجي تقول لي بيعمل سياسات، ماليش علاقه. هو لو سالني عن رايي في حاجه بقولها، ولو انا متضايق من حاجه بكتبها. ايجي بودكاست سبورتس.